معركة البرغوث يوم الأحد 29 جانفي 1962. في صبيحة هذا اليوم قامت قوات قادمة من مركزي برهوم وسلمان حوالي 1000 جندي مدعمة بالدبابات بعملية تفتيشية إلى قرية سوق ثلاثة. تمكنت من كشف 3 جنود ومسؤول قرية. تم إطلاق النار عليهم بواسطة الرشاش الثقيلة والدبابات، نتج عنها إصابة جندي بجروح بليغة، فيما استطاعت ال3 الباقون الهروب، وهم الدراج عدول والأخضر نواصرية مسؤول قرية، فيما يجهل اسم الجندي الثالث. بعد وصول القوات إلى الجندي الجريح تم تعذيبه حتى دلهم عن وجود مجموعة من المجاهدين بقرية البرغوث. توجهوا بعدها مباشرة إلى القرية المذكورة، حيث تمركزت الدبابات بمرتفع ذراع الزيتون، وتقدمت القوات إلى القرية. جو المعركة: توجهت قوات العدو مباشرة إلى منزل شلاخ أحمد بن محمد، أين توجد فرقة مكونة من 7 جنود، وحاولوا الدخول، فبادر جنود جيش التحرير بإطلاق النار. تم من خلالها قتل عدد كبير من جنود العدو والحركة عند الباب، وبذلك استطاعوا فتح ثغرة في صفوف العدو للخروج من المنزل والتفرق بين المنازل الأخرى، حيث نشبت معركة ضارية دامت من الساعة 10 صباحا إلى غاية 7 مساء. تكبد فيها العدو خسائر فادحة، ونظرا للمقاومة التي أبداها جنود جيش التحرير قام العدو بجمع المواطنين والاحتماء بهم، لكن دون جدوى، ودامت المعركة حتى استشهادهم جميعا بعدما تم قصفهم بالدبابة. خسائر العدو: 50 قتيلا وما يقارب 20 جريحا. خسائر جيش التحرير: استشهاد 7 جنود، من بينهم الجندي المأسور الذي دلهم عليهم، وأسر جندي آخر من الفرقة بعد إصابته. ومن بين الشهداء نذكر بالبقرة الدراجي، عبد الله شلاخ بن أحمد، محمد الوهراني، أما الباقون فتجهل أسماؤهم. ردود فعل العدو: تعذيب سكان القرية، ثم سيقوا إلى مركز برهوم لإعادة تعذيبهم واستنطاقهم. كلكم تشحوا رجال ونساء، خلاص ما تخباش، ها انت معاهم تاني.